كيبدا الفيلم مع بنت الاسم ديالها نيها، وهي كتعرض للاعتداء من طرف جوج ديال الخاطفين برا ديال واحد المدرسه. الخاطفين كيطيحوها وهي مغيبه، وكيبان لينا المنظر ديالها من بعد شهرين وهي في السبيطار. كنشوفوا نيها في واحد الموقع ديني كيتسمى الغوردواره، وكيتلاقى بها واحد الراجل الاسم ديالو سردار، كيهضر معاها وكيكشف ليها باللي كان كيلاحظها انها مهمومه بزاف، وكينصحها باش تثق في الله، وكيقول ليها ما تخافش حيت الله اختارها باش يعاونها. وعنتقلوا لمشهد الكابتن رانفير اللي كيبان هو كيقاتل الارهابيين في كشمير، وكيتعرض للتحقيق حيت قتل 3 ديال الارهابيين. وملي سولوه علاش قتلهم، رانفير قال ليهم بلي دوك الارهابيين حاولوا يحرقوا العالم ديال بلادهم وداكشي علاش قتلهم. الكولونيل رانجيت كيعاقبوا باش يدير واحد المسيره ديال 25 كيلومتر هو هاز السلاحات. من بعد ما كيكمل رانفير المسيره ديالو، كيبان في التكنه ديالو مع صحابه اللي كيقولوا ليه بلي التليفون ديالو كان كيصوني بزاف، كيهز التليفون وكيصنت الرساله الصوتيه. من بعد صاحبته القديمه نيها كتعتذر حيت اتصلت به من بعد 4 سنين وكتطلب منه المساعده. رانفير بالزربه كياخذ عطله ديال سيمانه من عند رانجيت، وكيبدا الطريق ديالو للكوه. الطريق كيجي فلاش باك، وكنشوفوا نيها في الجامعه ملي صحاباتها كيعيطوا لرانفير غير باش تعصبوا. رانفير كيجي لعندها وكيشوفوا في بعضياتهم وكيطيح في غرامها. لغد ليه كنشوفوا نيها كتهضر مع بوها. رانفير كيجي لعندها ويقول ليها باللي كيبغيها وكيمشي، ولكن بوها كيقول ليها تبعد منه. ملي كيكون رانفير كيلعب الكره ديال السله مع صحابو، كتجي نيها وكتعطيه نمرتها وكتقول ليه باللي عجبها الطريقه باش هضر معاها البارح، وكيوليو قراب من بعضياتهم. ورانفير كيطلب منها الزواج، ولكن نيها ما كتقول له والو، وكتبدا تهضر على صاحبها اللي خلاها وباللي خايفه تضيعو حتى هو. رانفير كيشرح ليها باللي عال كيبغيها وكيوعدها باللي عمره غادي يخليها ويسمح فيها. كنرجعوا للحاضر ملي رانفير كيتلاقى بنيها في واحد الريستو. رانفير كيلاحظ التصرف الغريب ديال نيها وكيشوفها خايفه، وكيقول ليها باللي باقي كاع ما تزوج وراه دابا في الجيش. نيها عاد ديك الساعه كتقول ليه باللي عندها بنت تلفت ليها هذه شهرين، وكتطلب من رانفير باش يعاونها يلقى بنتها. ورانفير كيقرر يعاونها. من بعد كيتلاقى بعثمان باش يكري من عنده طوموبيل. ملي عرف انه راه عسكري حاول يتصاحب معاه، وكيتلاقى نيها عاوتاني وكتعاود ليه باللي سولات كلشي باش يعاونوها، ولكن حتى واحد ما تسوق ليها. نيها كتفكروا في الوعود ديالو وكيسولها واش العلامات ديال البوليس. كتقول ليه باللي حتى البوليس ما عاونوهاش وحاولوا يسدوا الدوسي ديالها. كيمشيو للمركز ديال الشرطه، ونيها كتقدموا الانسبكتور كوتي على اساس باللي راه الصديق ديال العائله اللي بغى يشد ليها الدوسي وكيعطيها الملف ديالو. رانفير كيحاول يقرا الدوسي، ولكن كوتي كيخطفوا منه وكيولي يتعامل بخشونه مع نيها، وكيطلب منها بزز انها تسني باش يسدوا الدوسي. رانفير كيتعصب وكيضرب كوتي والرجال ديالو في وسط المركز. نيها كتحبسو وكيساليو برانفير وهو معتقل. في الليل كيطلبوا من نيها ترجع لدارها، والبوليس كيعذبوا رانفير بالعصا. من بعد ما لقاو عنده اثار ديال الرصاص فحصوا الاوراق ديالو. الانسبكتور كيعرف بلي رانفير راه جندي وكيعطيه انذار. كيجي المدير العام ديال الامن اللي سميتو شيرغيل لمركز ديال الشرطه، وكيامر باش يطلقوا السراح ديال رانفير وكيجيبوه للمكتب ديالو. رانفير كيقول ليه واحد الماده في الدستور كتقول باللي البوليس ما يقدروش يعتقلوا جندي. ملي كيسمع هادشي شيرغيل كيقول ليه باللي راه مواطن عادي دابا حيت راه خارج من الخدمه. وكيتلاقى رانفير مكالمه من كولونيل رانجي. رانفير كيهضر مع الكولونيل اللي كيطلب منه يرجع للقاعده في الصباح، وكيقول ليه باللي كان غادي يتعفن في الحبس، ولكن لحسن الحظ شيرغيل طلع صاحبه. رانفير كيقبل الامر وكيبان هو راجع للقاعده ديالو مع عثمان في الصباح. عثمان كيشوف رانفير حاير وكينصحو باش يتبع قلبه، وكل مره كيدابز قلبه مع عقله. رانفير كيطلب منه يوقف الطوموبيل وكيتفكر الوعود اللي عطا لنيها. كيوصل للمدرسه اللي كانت فيها ريا، وكيتلاقى بالمديره باش يحقق من الاختطاف ديال ريا، ولكن المدير ما كيعطيه حتى معلومه. رانفير كيلاحظ الكاميرا ديال المراقبه في واحد الدار قدام المدرسه، وكيحاول يسول مول الدار والحارس على الاختطاف، ولكن ما كيسمعوش ليه. رانفير كيبان في الدار ديال نيها وهي كتعتذر ليه وكتقول ليه باللي كلشي كيوقع بسببها، وكيطلب منها تهدأ وتوري التصويره ديال ريا، ولكن نيها كتقول ليه باللي كاع ما عندها حتى التصويره ديال بنتها. ورانفير كيتصدم من هذا الشيء، وكيلاحظ باللي الخو ديال راجلها صاني جاي للشقه ديالها وكتطلب منه انه يمشي بحالاته. رانفير كيشوف صاني وبلا ما يمشي وكيتصنت الهضره ديال نيها وصاني، وكيكتشف باللي صاني راه مدمن ديال المخدرات. ومن بعد ما كيمشي صاني، رانفير كيرجع وكيطلب من نيها العنوان والنمره. رانفير كيعيط لصاني، ولكن صاني كيقطع عليه ملي عرف باللي رانفير باغي يهضر معاه على ريا، وكيخليه يتفكر باللي بو تاع نيها اهانو في واحد العرس، وهي بقات غير كتشوف بلا ما توقف في صفو. لغد ليه كتجي نيها عنده الباب وكتقول ليه باللي باغي يتزوج بيه. رانفير كيفرح بزاف وكيكونوا غاديين يتزوجوا، حتى كيعيط ليها في التليفون. وكتوصل للسبيطار باش تشوف بوها اللي كيخبرها باللي عنده السرطان في المرحله الرابعه. نيها كتراجع على القرار ديالها باش تتزوج برانفير، وكتقطع عليه التليفون. وكيتحول المشهد للحاضر ملي
باللي واحد الشرطي سكنان كيصطادم رانفير وكيطيح البطاقه ديال الخدمه ديالو، ورانفير كيخبي الكارطه ديالو وكيوصل للدار اللي قدام المدرسه وكيوري الكارطه للعساس. ومن بعد ما كيشوف التصاور ديال نيها والاختطاف ديال ريا كيكتشف باللي جوج من الفيديو كاع ما كاين، وكيشوف التصاور ديال النهار قبل الاختطاف وكيلاحظ باللي صاني كان تماك. رانفير كيعطي الفلوس للحارس باش يلقى ليه الفيديو اللي تاه. كيتعين ضابط جديد سميتو لوها في المركز ديال الشرطه ديال كوا، وكيتلاقى بشيرغيل اللي كيهضر معاه على التطهير ديال المدينه من المجرمين. لوها راجل ذكي بزاف وكيذكر السر الصغير ديال شيرغيل باللي دار 10 ديال المواجهات غير قانونيه. شيرغيل كينصحو يبقى معاه باش يولي مشهور ومحترم واخا بهاد الافعال الغير القانونيه. وفي الوقت اللي رانفير كيلقى باللي عثمان عنده علاقه مع التجار ديال المخدرات الروس كيحيطوا برانفير حيت كيقلب عليهم، ولكن رانفير كيغلب عليهم وكيوصل لبلاصه ديال عثمان باش يسولوا على ريا. عثمان ما كيعطي حتى معلومه وكيعتقوا من الروس اللي بغاو ينتقموا. رانفير دار اعلان في الجريده وكيجي اتصال من عند واحد الراجل اللي كيقول ليه باللي هو بوين ديال ديك البنت الصغيره، وكيتلاقى به في الريستو وكيقول ليه باللي ريا راها بنته اللي تاهت ليه في مومباي. رانفير كيتعصب بزاف، ولكن داك الراجل كيوري رانفير الشهاده الازدياد ديالها. رانفير كيتلقى مكالمه من عند الراجل ديال نيها سميتو شيغار اللي كيعيط ليه باش يتلاقى به. رانفير كيتلاقى به وشيغار كيكشف رانفير باللي نيها راها مريضه نفسانيا من بعد ما ضربوها راسها، وديك الساعه راه كانت تتقرا في هذه الجريده هذه، وملي سرقوا ليها الطوموبيل ومن ديك الساعه وهي كتهضر على ريا، ولكن في الحقيقه كاع ما عندهم بنت. رانفير كيتفكر الحاله النفسيه ديال نيها في الريستو وكيظن باللي شيغار عنده الحق. كيخرج من المكتب ديال شيغار والحارس كيخبروا باللي لقى الفيديو اللي كان تاه. رانفير كيوصل تماك وكيشوف نيها بوحدها في الفيديو بلا ريا، وكيقصد نيها وكيحاول يقنعها باللي كاع ما عندها بنت، وكيقول ليها كل شيء اللي قالوا ليه راجلها. نيها كتحير وهي كتحاول تقنعو باللي عندها بنت، وكتطلب من رانفير كاع ما يخليها بوحدها حيت ما طاق فيها حتى شي واحد من الناس الاخرين وهو غادي خارج. رانفير كيلاحظ المقياس ديال الطول اللي كان كيستعمل باش يقيسوا الطول ديال ريا، ولكن فات الحال نيها كتنتحر. رانفير كيشوف الجثه ديالها وكيبدا يبكي. من بعد شويه كيجي لوها الشقه ديال نيها وكيحقق مع شيغار، ولكن شيغار كيقول ليه ما تضيعش الوقت هنايا وقلب على القاتل. قبل ما يمشي لوها كيلاحظ الكاميرا وكيامر الرجال ديالو باش يجيبوا ليه التصاور اللي ماتت نيها. كيجيبوا ليه السجل ديال المكالمات تاع نيها وكيلقى النمره ديال رانفير في اللائحه، كوتي حتى هو كياكد ليه بلي رانفير عنده علاقه بها. لوها كيقرر يتلاقى برانفير ويخرج من المركز ديال الشرطه في الوقت اللي عثمان كيجي باش يشوف رانفير. كيعتذر ليه حيت ما عطاهش المعلومه الصحيحه وكيشوف راسو مسؤول على الموت ديال نيها. عثمان تيقول باللي شاف ريا في الدار ديال صاني ملي مشى يدير معاه الصفقه، ولكن صاني خلصو باش يسكت ولا غادي يقتلو. رانفير كيقرر يمشي للدار ديال صاني. الرجال ديال صاني كانوا تماك باش يقتلوه، ولكن قتلوا الشخص الغلط. رانفير كيركب معاهم المصعد. كيتلقى مكالمه من عند لوها اللي كيطلب منه يبقى في الاوتيل ديالو، ولكن رانفير كيخرج من الاوتيل من بعد ما دخل لوها. كيوصل عند صاني اللي في واحد البار، ولكن كيخطفوه وكيقول ليه على ريا. صاني كيهرب ورانفير كيضرب كاع الرجال ديالو وكيتبعوا. رانفير كيشد صاني، ولكن البوليس كيوصلوا وكيوقفوهم. من بعد كيبان رانفير مول القضبان وكيتحدى لوها باش يتقاتلوا. لوها كيقبل التحدي ورانفير كيغلبو، ولكن شيرغيل كيجي وكيحبسه. رانفير كيطلب منه يتحقق من صاني عوض منه، وملي كيسولوا على الادله ضد صاني كيقول ليه باللي عثمان هو الشاهد. شيرغيل كيقلب في الموضوع ديال عثمان وكيقول باللي كياخذ الكلمه ديالو باش يعطيها للمحكمه، ومن بعد كيقرر يحقق مع صاني، ولكن ملي الحوايج كيخرجوا من يده كيطلق النار على صاني. رانفير كيقرب للجثه ديال صاني وكيغوت عليه حيت مات بلا ما يعطي حتى معلومه على ريا. في المشهد اللي موراه رانفير في الدار ديال شيرغيل وكيشرح ليه باللي ما يقدرش يفهم المشكل ديالو. شيرغيل كيعاود ليه القصه الحزينه على الموت ديال العائله ديالو كامله بما فيهم مرته اللي كانت حامله نهار الذكرى الثانيه للزواج، وكيطلب من رانفير يقول ليه على العلاقه ديالو بنيها. رانفير عاد كيعاود ليه القصه ديالو كيفاش لاقى اول مره بنيها وخلاته على قبل بوها وجات تلاقات به لاخر مره. شيرغيل كيتلقى مكالمه من شي واحد وكيطلب منه يشوف اشنو صيفط ليه. رانفير كيطلب منه يعتقل شيغار وكيقول ليه باللي شيغار عارف اشنو واقع الريا، ولكن شيرغيل كيجاوبو باللي ما يقدروش يعتقلوه بلا دليل. ملي كيكون رانفير غادي خارج شيرغيل كيقول ليه ما تصعبش علينا الدوسي. الرجال ديال صاني كيوصلوا للمعرض ديال الطوموبيلات ديال عثمان وكيضربوه مزيان، ولكن رانفير كيوصل تماك وكيتقاتل معاهم وكيغلبهم وكيمشي عند عثمان اللي كيموت في حضنه. وكيلاحظ الميساجات ديال شيرغيل في النمره ديال رجالو وكيشوف باللي كان كيكذب عليه طول الوقت. رانفير كيحقق مع واحد من رجالو اللي كيعطيه بلاصه ديال الضيعه ديال شيرغيل في الغابه. في الطريق كوتي كيحاول يوقفوه، ولكن رانفير كينجح وكيقتلو وكيجلب ليه الانتباه
بزاف ديال الرجال الاخرين. رانفيل كيتقاتل وكيقتل كاع الرجال وكيوصل لداخل الضيعه، وفي ديك اللحظه الكولونيل رانجيت كيوصل للغابه وكيحضر لوها باش ما يدابش مع رانفير، حيت راه دابايا وسط الغابه، وهاد الغابه تدرب فيها شحال من مره، والحرب معاه في هاد الغابه هادي غادي تسالي غير في الصالح ديالو. لداخل في الضيعه رانفير كيتلاقى الراجل اللي الظاهر باللي هو بوين ديال الريه وكيقتلوه. شيرغيل كيخرج من اللور وكيطلق النار على رانفير وكيضربو مزيان وكيشرح ليه كيفاش قدر يتخلص من الخدمه في الشرطه ملي جاتو الفرصه من بعد ما لقى الريه في الحضانه ديال ساني، وكيقول له باللي نقد ريه من الموت حيت بوها وعمها كانوا باغيين يقتلوها، وكيشرح ليه الصفقه التجاريه اللي دار مع شيغار وساني، وكيكشف باللي شيغار كان كيكره مرتو وبغى يثبت باللي هي مريضه نفسيا، وكيفاش طلب من كاع الناس يخبيو الحقيقه ديال الريه علانيها من بعد الاصابه ديالها، ونجح في الخطه ديالو باش يخليها مريضه نفسانيا. ورانفير كيتصنت ليه وكيقول ليه باللي اختار البنت الغالطه لهذا الشيء. شيرغيل كينجح وكيهز السلاح ديالو، ولكن لوها كيظهر تماك وكيطلق النار على شيرغيل وكيقول ليه باللي نظف المدينه دابا وغادي يكون سجل داكشي كامل اللي تقال. رانفير كيولي حزين بزاف ملي كاع ما كيلقى ريا، ولكن من بعد شويه كتظهر قدامه ورانفير كيبدا يبكي بالدموع ديال الفرحه. لوها كيقلب في الموضوع ديال شيغار وكيشوف باللي ريا راها بنت رانفير حيت شيغار راه عقيم، وكيخبر رانفير باللي ريا راها بنته، وهذا الشيء هو علاش نيها بغاتو يلقى ريا. ورانفير كينوض من الفراش ديالو من بعد ما عرف هذا الشيء وكيمشي يتلاقى بريا. من بعد كنشوفوا رانفير كيمشط الشعر ديال ريا وهو كيتخيل نيها معاهم. وهنا سال الفيلم ديالنا.